وتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاه، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك من امتى واحنا نحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. اهلا رمضان جانا، قولوا معانا اهلا رمضان جانا. السلام عليكم، ازيكم كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض فانوس بشكل جديد وطريقه جديده. والفانوس هيكون ولا كبير قوي ولا صغير قوي، هيكون وسط، من 3 ازاز بلاستيك كده نفس الحجم بالظبط. بس ما تنسوش بقى قبل ما ابتدي لايك واشتراك في القناه. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى نبتدي. انا هكون محتاجة معايا 3 ازايز نفس الشكل ونفس الحجم، يعني علشان هناخد منهم الجزء اللي فوق ده. بس الجزء ده اللي هكون محتاجاه. هبتدي ادخل بالقطر كده وبعد كده اكمل بالمقص واشيل الجزء اللي فوق ده خالص. هنحتاج 3، يعني هتجيبي 3 ازاز نفس الشكل بالظبط. واحدة منهم هكون محتاجاها بالغطا بتاعها، والباقي مش محتاجة الغطا بتاعها. هبتدي ان انا اقصرهم كده بالشكل ده عشان خاطر نظبط الفانوس بتاعنا. يعني انا كده بحطه على حاجة مستوية علشان اشوف هو مثلا عالي من حتة او عايز يتأثر من حتة. وهبتدي ان انا اظبط الاطوال بتاعتهم. انا قصرتهم كده بالشكل ده، يعني تقريبا اطوالهم متساوية. شلت من جزئين، شلت منهم راس الازازة مش محتاجينها، بحيث يعني مقاساتهم تكون بحيث ان هم يدخلوا في بعض كده بالشكل ده. 2 من غير رقبة ازازة وواحدة برقبة الازازة. وده كده يعني التركيب بتاعها هيكون واحدة عريضة في النص شوية، واللي فوق اصغر شوية، واللي تحت كمان هتكون اصغر سنة بسيطة. يعني هتعمليها كده بمجرد النظر، مش محتاجة مقاسات. بعد كده علشان خاطر اثبتهم والزقهم في بعض واظبط شكلهم، هبتدي ان انا اجيب معايا سولوتيب كده. وهبتدي ان انا طبعا اظبط الشكل بتاعي. هدخل الجزء بتاع راس الفانوس مع جسم الفانوس، هعشقهم في بعض كده وبعدين هلزقهم بالسولوتيب. وهاجي كمان على القاعدة بتاعة الفانوس هعشقها برضو جوه جسم الفانوس. هي بتبقى يعني على الطرف، يعني ما تدخلهاش جوه خالص. علشان برضو الفانوس يبقى شكله مظبوط معاكي. احنا بس يا دوبك كده يلمسوا بعض. وبعدين هاجي برضو بالسولوتيب. وهحط كده شوية، احط بتاع 3 4، المهم يكونوا ماسكين الجسم بتاع الفانوس كويس. ما تقلقوش، السولوتيب ده كله هيتدارى دلوقتي. وهتشوفوا احنا يعني هنزين الفانوس بتاعنا ازاي وهنغير شكله ازاي. بعد ما خلاص ثبتنا وعملنا الشكل البدائي للفانوس، انا هستخدم الخيط الكتان بتاع حبل الغسيل ده. الكيس بتاعه بيبقى سعره 9 جنيه 75، يعني 10 جنيه. ده كده الشكل واللون اللي انا اخترته. هو بيكون حجمه تخين بالشكل ده. انا اخترت اللون ده. طبعا انا ابتديت، معلش الجزء ده اتقص مني، ابتديت ان انا اعمل على اللي هو الغطا من فوق. هنحط بقى شمع كتير ونبتدي ان احنا نثبت كده من فوق من الراس بتاعة الفانوس، وبعد كده نبتدي ننزل على تحت ونلف نلف نلف لحد ما نوصل لغاية الجزء اللي فيه سولوتيب. نبتدي بقى نحط براحتنا شمع، انما الجزء اللي فيه الازازه نفسها ما حطيتش عليه بصراحه شمع، علشان خاطر بس ايه ما يحصلش مثلا يعني يسيح او حاجه. لكن طالما وصلتي للسولوتيب حطي براحتك. انا برضو هنا كده عشان طرف الخيط ما يكرش او ما يبقاش منسل، ببتدي ان انا السعه بالشمع نفسه، مش بعمله يعني حسيت ان الولاعه مش بتعمله كويس، فبقيت اعمله بالشمع كده، فبيكون كويس جدا وطرفه بيكون مقفول يعني. هبتدي زي ما انتم شايفين كده الف الف الف، ما حطيتش شمع كتير غير على الاطراف. عملت نفس الكلام في راس الفانوس، بس معلش الجزء اتقطع مني. هبتدي ان انا الف كده واخلص، وممكن في الاخر نضيف بس كده نقطة شمع عشان تمسك معانا الخيط.
وفي الآخر طبعًا هنضيف شمع ونلسع كده الطرف بتاع الخيط، وكمان لو في زيادة من البلاستيك هابتدي إن أنا أشيلها كده بالمقص وأساوي قاعدة الفانوس. بعد كده حبيت إن أنا أزينه، جبت معايا الاستراس اللي لونه فضي ده علشان لون الخيط موف في فضي برضه أو سيلفر. جبت الاستراس ده وابتديت إن أنا أحط كده على الأطراف علشان نداري أي بدايات للخيط شكلها مش حلو مش ظريفة كده. هابتدي نحط كده من الاستراس ده. ممكن طبعًا تستبدليه بشرايط مثلًا ستان أو شريط أورجانزا، برضه هيديكِ شكل حلو يعني. التزيين ده بقى حاجة ترجع لِك وعلى حسب ذوقِك. برضه هاحط منه برضه على الأطراف من تحت كده بالشكل ده. حطي بقى رفيع أو حطي تخين زي ما باقول لِك، دي حاجات الإضافات دي أو التزيين ده يعني حاجات حسب الأذواق يعني. بعد كده عشان أعمل الإيد بقى بتاعته جبت برضه من نفس شريط الاستراس ده بس أرفع شوية، وهنبتدي إن إحنا نحط كده على الراس بتاعة الفانوس أو مطرح الغطا بتاع الإزازة. وكمان هاداري بقى شكل الإيد يعني من على الأطراف، وهاضيف برضه جزء كده صغير برضه من نفس الاستراس. وبعدين يعني إضافة كده بسيطة حطيت وردة صغيرة هنا كده، وعشان بقى نخلي الفانوس بتاعنا بينور. طبعا من تحت اهو مفتوح، هنجيب الشمعة الإلكترونية دي واحط عليها شوية شمع كده من على الأطراف، وبعد كده اقوم زنقاها مدخلاها هتلاقيها ثبتت معاكي. وبعدين ممكن تقفلي القاعدة بتاعة الفانوس بكرتون أو أي حاجة يعني علشان برضو نداري الشكل. بالنسبة طبعا للشمعة الإلكترونية دي هتلاقيها في محلات الأدوات المنزلية أو كمان في مكتبات، وممكن كمان عند الكهربائي. هي يعني في منها اللي بيبقى لونه أصفر، في منها اللي بيدي ألوان زي اللي معايا دي كده بتدي ألوان كتير. ده شكل الفانوس كده بعد ما ضلمت النور عشان خاطر تشوفوا شكله، وبعد ما نورت النور شكله حلو قوي قوي. الشمعة الإلكترونية دي هتلاقيها بحوالي 5 جنيه أو 10 جنيه يعني على حسب المكان. ممكن كمان تلاقيها موجودة في العتبة بأسعار أقل من كده بكتير. ده كده شكل الفانوس النهائي. ايه رأيكم بقى؟ قولولي رأيكم ايه في الكومنتات، شكله حلو ولا ايه عجبكم؟ هو طبعا زي ما انتم شايفين حجمه متوسط، ولا كبير قوي ولا صغير قوي زي اللي عملناه قبل كده من ورق الفوم. ده شكله متوسط يعني شكله حلو. يا رب يكون عجبكم الفكرة ويكون عجبكم الفانوس. شكله بسيط ومن حاجات بسيطة جدا، ازايز يعني حاجات بنرميها عملنا منها فانوس حلو قوي للأطفال. يا رب يكون عجبكم الفيديو، متنسوش بقى لايك طبعا على الفيديو، واشتركي في القناة لو أول مرة تشوفيها. متنسيش تفعلي الجرس على علامة الكل عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وبأفكار جديدة قريب جدا. مع السلامة. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاه، وفي السنة مرة تقولنا وبنستناك من امتى واحنا نحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. أهلا رمضان جانا، قولوا معانا أهلا رمضان.